حلوين شوفنا اشكال من خوفها تخاف لا تشوفنا لا نكرت له، ما هي مش بالسن بقت بالفعل وش انا بتششني منى اشوف له. فوق لا عشان انت قدمت ومهما تجدد اخوك عمه، بس جميل وانا نفسي المحك واخلص المجال مش شغل. مع اليمين والسمعه بتسبق على السليم، لو قلنا بنصدق مقطعين بطريقنا وسكه معلمين على جهتك تم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين يا رب تكونوا بخير. ده النهارده جيت لكم بشرح فيديو جديد، شرح ترند. النهارده هيكون الترند اللي انت شفته في اول الفيديو. لو عايز تعرف الشرح بطريقه سهله وبسيطه كمل معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدا اي حاجه انزل تحت في الكومنتات صلي على النبي واعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد ينزل هنا على القناه. ويلا بينا من غير كلام كتير نخش في الشرح على طول. اول حاجه هنفتح الانستجرام زي كده، تدخل عندي على الانستا هتلاقيني منزل ستوري زي كده. بعد ما تدخل على الستوري زي كده هتلاقي كلام الترند، هتدوس عليه زي كده وبعد كده تدوس زرار الرابط. بعد كده يفتح لك الصفحة دي، هتدوس على فيديو كلام الترند اللي بالازرق دي، هتلاقي الفيديو حامل معاك على طول. وبعد ما نحمل الفيديو زي كده اخواتي هنفتح برنامج كاب كات، هنلاقيه بيظهر معانا بالواجهة دي. هندوس على نيو بروجكت ونضيف المقطع اللي احنا حملناه خالص في الاول خالص من على الانستا عندي. وبعد ما ضفنا الفيديو زي كده اخواتي هنختار الصور بقى اللي احنا عايزين نضيفها، هندوس على علامة ازاي وهنضيف بالظبط يا اخواتي 4 صور اللي احنا عايزين نظبط منهم كل الترند بالظبط. هو محتاجين 4 صور. بعد ما نضيف الصور هنبدأ ان احنا نظبط الفريم بتاعها، اللي هنكبر الصورة لو في اي سواد في الصور بتاعتنا. بعد ما نظبط الصور زي كده هنرجع خالص وهندوس على اد اوديو اللي هي الكلمة اللي تحت الفيديو دي وهنختار الفولدر ده. وبكده بنضيف الصوت بتاع الفيديو بتاعنا وهنبدأ ان احنا نظبط الثواني بتاعت كل الصور. هنبدأ ان احنا نظبط واحدة واحدة كده، وكل الصور بتاعتنا هتبقى ثانية بوينت 7 اللي هو 107 زي ما انتوا شايفين كده. كل الصور اللي احنا ضايفينها هتبقى ثانية بوينت 7 اللي هو 1.7 كده. ظبطوا الثواني بتاعتنا واخر صورة دي لغاية اخر الصوت بتاعنا على حسب، ممكن تطلع معاكوا ثانية بوينت 8 كده. تمام. بعد ما نخلص خالص زي كده هنروح ندوس على اول صورة خالص، اول صورة زي كده نختار منها انيميشن ونختار كومبو. وبعد كده هنمشي كده على اليمين هنلاقي الافكت اللي هو لونه اصفر ده، هنختاره اول واحد. وتاني صورة هنختار الافكت التاني، وهنرجع لتالت صورة برضو الافكت رقم 1، ورابع صورة الافكت رقم 2. بعد كده نخرج خالص. وبعد كده عايزين نضيف الفلاش الاسود هندوس على افكت وفيديو افكت، وهنمشي كده على اليمين زي ما انتم شايفين كده. هنختار منها بارتي ونختار بلاك فلاش الاولى على اليمين دي. وبعد كده بنحددها على الصور بتاعتنا كلها. عايزين نضيف اللي هو الزوم اللي هو البطيء هندوس على برضو ايه فيديو افكت، نرجع خالص تاني وهنمشي كده نرجع لورا هنلاقي كلمة اسمها بيزك اللي فوق دي، ونختار منها سلو زوم اهي زي ما انتم شايفين كده، وندوس على علامة الصح ونحددها على الصور كلها. وبعد كده ندوس على ادجاست وهنظبط منها السرعة بتاعة الزوم زي ما انتم شايفين كده. هنظبط السبيد ونظبط الرينج بتاعها نقلله برضه عشان ما يبقاش ايه سريع في الفيديو، عشان يبان الصورة كلها ايه بصورة واضحة يعني. ودي بس هتبقى معانا زي كده. هنرجع خالص وندوس على الماينس اللي بين الصور ده زي ما انتم شايفين كده، وهنمشي على اليمين هنلاقي كلمة اسمها بلاك فيد اللي هو زي فلاش اسود كده، هندوس عليها ونحدد الصور كلها. نرجع كده تاني ونحدد الصور كلها وندوس على علامة الصح ونشوف النتيجة مع بعض زي كده. حلوين شوفنا اشكال من خوفها تخاف لا تشوفنا لا نكرت له، ما هي مش بالسن بقت بالفعل وش انا بتششني منى اشوف له. فوق لا عشان انت قدمت ومهما تجدد اخوك عمه، بس جميل وانا نفسي المحك واخلص المجال مش شغل. مع اليمين والسمعه بتسبق على السليم، لو قلنا بنصدق مقطعين بطريقنا وسكه معلمين على جهتك تم. وبس كده يا اخواتي، بعد ما شوفنا الفيديو مفيش اي حاجه عايزه تتعدل بنسيب الفيديو من فوق. وبس كده دي هتكون نهايه شرح فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو متنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد ينزل هنا على القناه. ولو في اي حاجه وقفت معاكم مش عارفينها كلموني على انستجرام او جروب التليجرام، اللينك تحت في الوصف. ودي هتكون نتيجه شرح فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.